تخيل شركة على حافة الإفلاس. أرقام بتقع، عملاء بتسيب، سمعة بتتهز. والحل اللي الكل مستنيه من المدير التنفيذي الجديد واحد من اتنين: يا إما يدخل يعمل نفسه سوبرمان ويغير كل الناس، يا إما يقعد يرمي اللوم على القدماء ويقول دول اللي وقعوا الشركة، لازم نمسح السبورة ونبدأ من أول وجديد. الحقيقة تبديل الموظفين دايماً أسهل قرار، وأكتر قرار جبان، مسكن رخيص لسرطان إداري عميق مش علاج. تقديم القصة: هحكي لك قصة هشام، واحد اتعين CEO لشركة كبيرة في السوق، بس كانت داخلة على حيطة جامد. الميزانيات في الأحمر، العملاء الكبار مش مجددين عقود، الموظفين القدامى تايهين بين إحساس الذنب وإحساس إنهم كبش فداء. في النص في شخصية تانية مهمة، نورة، موظفة بقالها 15 سنة في الشركة، شايفة كل حاجة من جوه وعارفة كل البلاوي، بس عمرها ما لقت حد يسمع بجد. المشهد الأول: اجتماع مجلس الإدارة. مجلس الإدارة مجتمع والجو متكهرب. رئيس المجلس: إحنا محتاجين وش جديد، حد يجيلنا من بره يقلب الشركة ويخليها تربح تاني. بعد شوية نقاش اختاروا هشام، CV تقيل، اشتغل بره مصر وعنده سمعة إنه منقذ الشركات المنهارة. أول ما دخل هشام الشركة، الكل كان متوقع أول قرار: بلان استغناءات وفريق جديد ومسميات براقة زي ترانسفورميشن تيم. بس اللي حصل كان مختلف شوية. المشهد التاني: أول لقاء مع الموظفين. هشام طلع يتكلم قدام الناس كلها، قديم، جديد، ناس على وش المعاش وناس لسه متعينين من كام شهر. هشام: بصوا يا جماعة، أنا عارف إن أول سؤال في دماغكم مين هيمشي ومين هيقعد، وأنا هقولها من أول دقيقة. أسهل حاجة أعملها إني أقول نجيب فريق جديد ونرمي كل حاجة قديمة في الزبالة، بس ده مش إنقاذ، ده مسكن رخيص للوجع اللي جوه مش علاج. الدوشة هديت أكتر، الناس ابتدت ترفع راسها. هشام يكمل: أنا مش جاي أهد الشركة وأعيد بنائها من الصفر، أنا جاي أفهم اللي ما تفهمش قبل كده. الناس اللي بقالها سنين هنا مش عبء، دول أرشيف حي، عارفين الشركة كانت بتنزف فين، ومين كان بيغلط، ومين كان بيطبل للفشل ويسميه استقرار. نورة في آخر القاعة حست لأول مرة إن في حد شايف قيمتها، مش شايفها أثر تاريخي. المشهد الثالث: غرفة الإجابات الحقيقية. هشام عمل حاجة غريبة شوية، بدل ما يقعد مع المديرين بس، قعد مع الناس اللي في النص كمان، مشرفين، سينيورز، ناس شغالة بقالها سنين. كان يدخل واحد واحد ويقول: بص، الجلسة دي مش تحقيق، أنا عايز أعرف الحقيقة من غير ميك اب. الشركة وقعت فين؟ مين كان بياخد قرار غلط ويتغطى عليه؟ فين المشاريع اللي غرقت؟ فين الأماكن اللي بنصرف فيها من غير ما نفهم ليه؟ نورة لما دخلت كان قلبها بيخبط، بس قررت ما تجملش. نورة بتقول: بصراحة يا باشمهندس، مشكلتنا ما كانتش في الناس اللي تحت، مشكلتنا كانت في عقلية إدارة بتخاف تواجه الحقيقة. كل ما مشروع يفشل يتسحب ملفه ويتحط في درج، كل ما حد يقول فيه مشكلة يتقال له خلي بوزيتيف، ما تكبرش الموضوع. اتعين مديرين عشان هم قريبين من حد فوق، مش عشان هم فاهمين الشغل. كل مرة الأرقام كانت بتنزل نلوم السوق، نلوم الظروف، بس عمرنا ما بصينا في المراية. هشام سكت شوية وكتب كلمتين على الورق: خوف وتجميل. المشهد الرابع: تغيير قواعد اللعبة. بعد ما خلص جلسات الاستماع نده على كل المديرين: هشام، من النهاردة مفيش حاجة اسمها فريق قديم وفريق جديد، في فريق واحد يا ينقذ الشركة يا يغرق بيها. أي حد أسمعه بيقول دول بتوع الإدارة اللي فاتت، دول الجداد بتوعي أنا، يبقى مش فاهم هو هنا ليه، واللي يلعب على الحتة دي مكانه مش معانا. واحد من المديرين حاول يخفف الجو فقال: بس يا باشمهندس، الناس محتاجة تحس إن في دم جديد. هشام رد بهدوء تقيل: الدم الجديد مش في الوشوش، الدم الجديد في طريقة التفكير. أنا مش جاي أغير اللعيبة، أنا جاي أغير قوانين اللعبة. ورفع سقف التوقعات. عندي قاعدتين: الخبرة اللي مش بتطلع نتائج عبء، والولاء اللي مش بيتطور تكلفة صامتة. قعودك 10 أو 15 سنة لوحدها مش وسام شرف، اللي يشرفك إن كل سنة فيهم تضيف حاجة حقيقية. المشهد الخامس: المقاومة والخوف. طبعا مش الكل رحب. في مدير قديم اسمه نبيل كان دايما حاسس إن أي تغيير تهديد لمملكته الصغيرة. نبيل في قعدة جانبية مع شلته: بصوا،
الراجل جاي متحمس شوية وهيهدى، إحنا نكمل زي ما إحنا، نسمع الكلام من بره ونعمل اللي يعجبنا من جوه. لكن اللي ما فهموش إن اللعبة فعلا اتغيرت. هشام بدأ يربط كل حاجة بأرقام. كل مدير لازم يقدم بلان واضحة، المشاريع اللي ماسكها، التكاليف، الأوتبوتس والديدلاينز، وكل شهر فيه ريفيو حقيقي مش استعراض. اللي عنده خبرة بدأ يا إما يستخدمها بجد، يا إما تتكشف إنها كانت حافظ مش فاهم. نورة حست إنها بدأت تطلع من دور شاهد العيان لدور حد بيشارك فعلا في الإنقاذ. المشهد السادس: تحويل المعرفة لسلاح إنقاذ. هشام جمع القدامى في ورشة عمل خاصة. أنا محتاج منكم حاجة محددة. انتوا عارفين كل الزوايا اللي وجعت الشركة، فين بننزف فلوس، فين بنخسر عملاء، فين في قرارات اتخذت عشان خاطر ناس مش عشان خاطر الشركة. بدأوا يرسموا خريطة. مشاريع قديمة اتسابت مفتوحة، عقود ما تراجعتش بقالها سنين، منتجات لسه عايشة بس عشان حد فوق بيحبها مع إنها بتخسر. هشام قال جملة بسيطة: اللي شايل تاريخ الشركة في دماغه يا يبقى مفتاح الحل يا يبقى جزء من المشكلة، واللي هيحدد ده طريقة استخدامنا للمعرفة دي. بدأ يعمل فرق مختلطة، قديم زائد جديد. نورة مع شاب جديد فاهم ديجيتال، وموظف مخضرم في الأوبريشنز مع بنت صغيرة داخلة من شركة تانية عندها أفكار أجايل. وبدل ما يبقى فيه جيلين متخانقين، بقى فيه نوليدج بيتنقل والعجلة تتحرك. المشهد السابع: من شكل الإنقاذ لإنقاذ بجد. رجع هشام مجلس الإدارة بعد شهور. رئيس المجلس: قول لنا يا هشام، هات لنا أخبار حلوة، رحت فين بالفريق الجديد؟ هشام ضحك بهدوء: ما عنديش فريق قديم وفريق جديد، عندي فريق واحد اتقسم لنوعين، ناس قررت تكبر وناس قررت تفضل زي ما هي ومكانها ما بقاش هنا. فتح البرزنتيشن، عرض أرقام بسيطة: تقليل خسائر في كذا قطاع، استرجاع عميلين كبار كانوا على وش المغادرة، إلغاء مشاريع ميتة، وفتح مسارات جديدة. وبعدين قال الجملة اللي تهمنا: الإنقاذ اللي حصل ده ما كانش عشان جبنا وشوش جديدة ولا عشان عملنا ريبراندنج على لينكد إن. الإنقاذ حصل لما كسرنا عقلية إحنا كده من زمان، وقفنا نستخبى ورا كلمة الناس دي قديمة، وبدل ما نرمي الأرشيف الحي بره خليناه دليل الإنقاذ. الخلاصة: خلينا نقفل الحلقة على كام حقيقة تقيلة بس لازمة. 1. الشركة مش بتعجز، اللي بيعجز هو أسلوب إدارتها. المبنى هو، الشعار هو، إنما العقلية اللي كانت خايفة تواجه غلطها هي اللي جرت الشركة لحافة الإفلاس. 2. تبديل الموظفين مسكن رخيص لسرطان إداري عميق. أسهل قرار لأي مدير جديد: نفض الناس القديمة وعين ناس بتاعته، وتحط عليه عنوان نفس جديد. بس لو العقلية هي هتعيد نفس الأخطاء بس بوشوش جديدة. 3. الموظف القديم مش دايما عبء، ساعات يكون هو الوحيد اللي عارف فين الشركة نزفت ومين كان بيغطي على مين وفين اتسمى الفشل استقرار. الفرق بين إنه يبقى كنز أو يبقى خطر هو نوع القيادة اللي ماسكة الدفة. 4. الخبرة من غير إنتاج عبء. مش معنى إن معاك 20 سنة إنك فوق الحساب، بالعكس، كل سنة زيادة من غير نتيجة بتبقى وزن زيادة على مركب بتغرق. 5. الولاء من غير تطور تكلفة صامتة. لما حد يقول ده معانا من أيام التأسيس وخلاص من غير ما يسأل اتطور، اتعلم، بيفيد فين دلوقتي، يبقى بيكتب سطر من سطور الفشل الجاي. رسالة للمدير: لو انت ماسك قرار ما تستخباش ورا فكرة فريق جديد عشان تهرب من مواجهة الحقيقة. واجه الثقافة اللي وقعت الشركة قبل ما تغير اللي قاعدين على الكراسي. استغل الناس اللي فاهمة التاريخ بس حاسبها برضو على اللي بتعمله النهاردة. القيادة مش إنك تغير الوشوش، القيادة إنك تغير اللعبة نفسها. رسالة للموظف: ولو أنت موظف قديم حاسس إنك متصنف من مخلفات الماضي، اسأل نفسك: أنا لسه بضيف ولا عايش على ذكريات زمان بس؟ لو عندك معرفة حقيقية اعرضها كجزء من الحل مش جزء من المقاومة. ولو أنت موظف جديد حاسس إن كل شيء قديم لازم يتشال، فافتكر إن في ناس شايلة تاريخ ممكن تختصر عليك سنين غلطات لو سمعت لهم صح. النهاية: الشركات ما بتفشلش عشان موظفيها قديم بس، الشركات بتفشل لما قادتها يخافوا يبصوا في المراية، فيستبدلوا الشجاعة بقرارات شكلية، ويستبدلوا القيادة بجملة هجيب فريق جديد. الإنقاذ الحقيقي محتاج قائد عنده جرأة يقول يا نرتقي كلنا
يا نشيل شنطنا كلنا. مش هضحي باللي بيشتغل عشان أسيب العقلية اللي وقعتنا مكملة. أنا زتونة. لو الحلقة دي لمست عندك حاجة، ابعتها لحد ماسك قرار أو لحد حاسس إنه قديم ومستني حد يفهم قيمته.